هتتفاجئ عشان البابا رجع. هتقول لي مين البابا رجع؟ هقول لك تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. خلينا نبدا حلقتنا بالصلاه والسلام على اشرف الخلق واحسن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واللهم فك الكرب لاخواتنا في غزه. انت طبعا دلوقتي بتسأل نفسك ايه الدخلة الغريبة اللي احنا دخلناها وايه معنى الجملة الغريبة اللي احنا بدأنا بيها الحلقة. هقول لك ايه معناها بس خليك معايا شوية، وخلينا نبدأ على حلقة برد فعل ميسي على لاعيبة اوروجواي. يمكن من النادر ان انا بحط لك في الحصريات بتاعتنا حاجات عالمية ودولية، ولكن دي من النقط اللي لازم نقف ان احنا نتكلم عنها، لان في نفس الوقت اللي حصل فيه حركة قليلة مع ميسي حصلت نفس الحركة مع محمد صلاح. طبعا وجه المقارنة بعيد والارقام بعيدة بين الاتنين لعيبة، ولكن الاتنين من اهم اللعيبة في العالم في الوقت الحالي. من اهم اللعيبة اللي لازم ان انت واجب عليك ان انت تحترمها مهما كنت انت بتلعب فين او اسمك ايه. حلو. يعني ميسي امبارح اللي طلع وقال لك على لعيبة الأوروجواي البعض من الاحترام، يعني قصده إن الناس دي مش هقول لك مش محترمين أو هم ما عندهمش فكرة إزاي إن أنا أحترم لعيب عنده تاريخ، لعيب كبير، لعيب عنده قوة جماهيرية كبيرة، لعيب ناس 3/4 اللعيبة في العالم أخدين اللعيبة دي قدوة ليهم. انت كلاعب مش اخد اللعيب ده قدوة ليك، او انت حتى مش بتحبه وبتحبه، ونفترض كريستيانو رونالدو، ميسي، زيدان، اي لعيب في العالم، لازم ان انت توجه الاحترام للشخص ده. مش معنى كده ان انا اروح اضرب ميسي او ان انا اروح اضرب محمد صلاح او ان انا اروح اضرب كريستيانو في الملعب عشان انا بمجرد بس ان انا مش بحبه. لا طبعا، ده لعيب كبير، ده لعيب محترم، لعيب لازم ان انت تحترمه، لان انت كلاعب كوره لو قعدت 100 سنه التانيين تلعب فيهم كوره عمرك ما هتجيب ارقام ميسي. عشان ابقى معاك صريح، ارقام ميسي اللي ميسي عمله وكريستيانو عمله بالتحديد، الاتنين لعيبه دول بالتحديد محتاج 100 سنة كورة عشان تعمل اللي هم عملوه. واحد قرب يحط 1000 جون، انت متخيل الرقم؟ وواحد اخد 8 بالون دور. انت محتاج تقعد 8 سنين كل سنة تلعب احسن واحد في العالم علشان بس تتعادل مع ميسي. مش هقول لك حتى تعديه، انت محتاج 10 سنين فعليا تكون انت سوبر هيرو. خبر جميل لنادي الزمالك وهو عودة عبد الله جمعة. ان شاء الله هيرجع لتدريب نادي الزمالك بعد يومين. عبد الله جمعة من اللعيبة المهمين لنادي الزمالك، يمكن من احد ركائز اللعب لنادي الزمالك، من اللعيبة التقيلة في الملعب، لعيبة اللي بتقدر ان انت ممكن تعتمد عليها في ظل الغيابات الكتيرة جدا لنادي الزمالك. وبمعنى كلمة غيابات لنادي الزمالك مش قصدي ان في اصابات او في ناس مش موجودة في الفرقة، ولكن غيابات نادي الزمالك هو غيابات لاعيبتها. حتى وهم موجودين في الملعب في لعيبة في نادي الزمالك هفضل اقول لك لحد ما ينتهي الحوار اللي احنا فيه ده، في لعيبة في نادي الزمالك ما تستحقش تلعب في نادي الزمالك. عشان نبقوا متفقين، عودة عبد الله جمعة ان شاء الله تكون عودة حميدة، ويا رب يا رب يعني يعفي عنك ويتجنب الاصابات، وباذن الله يقدر انه يرجع وينسجم مرة اخرى مع الفريق ومع الظروف اللي الفريق فيها واللي الدنيا بتمر بيها. عايز اقول لك على حاجة، الزمالك هيبدأ العودة من الوقف الدولي على مباراة في افريقيا. كل التوفيق لنادي الزمالك والاندية المصرية جميعا في البطولات الدولية. هنبدأ هنبدأ ايه؟ احنا بدأنا نبدأ بقى نتكلم عن منتخب مصر. منتخب مصر في حاجة كلمتك امبارح بالتفصيل عن منتخب مصر، بس في حاجة حصلت امبارح بعد الماتش بشوية حلوين، بعد ما انا طلعت وصورت وعملت لك الحلقة وكل الكلام ده. سامحني لو الحلقة النهاردة هتنزل متأخر شوية، ولكن غصب عني. خليني بس النهاردة كده ارجع لك للموضوعنا تاني واكلمك، وهو استبعاد امام عاشور
امام عاشور، واللهم صل على سيدنا محمد، انا نسيتهم ليه، انا فاكرهم الثلاثه. امام عاشور وطارق حامد، وكمان لعيب من الاهلي تاني انا مش فاكره والله، ما فاكره، هفتكر معاك. تقريبا حسين الشحات، حسين الشحات، استبعاد حسين الشحات وامام عاشور وطارق حامد. ليه بقى؟ طيب في سؤال بيدور في دماغك، هل اللعيبه اللي استبعدت دي جي جي كده؟ هتقول لي يعني ايه جي جي؟ هقول لك يعني كده الكلام انتهى، يعني اللعيبه دي مش هشوفها في المنتخب تاني تحت قياده روي فيتوريا؟ هقول لك لا. يعني ايه يا عم محمد؟ يعني ركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول دلوقتي حالا. التلات لعيبه دول اخدوا استبعاد لسبب وحيد وليس له تاني. ايه هو؟ ان السبب ان اللعيبه دي امبارح ما شاركتش في المباراه، فاللعيبه تمردت، فروي فيتوريا بعد الماتش عمل تدريب كده خاص باللعيبه اللي ما شاركتش اصلا في المباراه، للحفاظ على القوه البدنيه للعيبه. فهمت كده معايا على الخط؟ الراجل عمل بعد الماتش تدريب عشان الناس اللي ما لعبتش تلعب، وما ما يحسوش ان هم ريحوا بدنيا، عشان تفضل انت كبدري معايا شغال. فجالك استاذ امام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد قالوا لك بس يا جماعه احنا مش لاعبين، او ايا كان هم قالوا ايه، المهم ان هم تمردوا زعلانين ومتعصبين. فالراجل قال لهم بس حلو الكلام ده، لم هدومك يا حبيبي انت وهو، وروح كل واحد فيكم على النادي بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس ما سافرتش مع منتخب مصر لسيراليون، الناس دي التلات لعيبه دول رجعوا تاني على انديتهم لان هم مستبعدين. طب هم مستبعدين من المشوار كله؟ لا، هم مستبعدين من الجوله دي بس. نصيحتي ليكوا كتلات لعيبه: طارق حامد، انت لعيب كبير، وعشان انت لعيب كبير فانت عندك خبرة يمكن اكتر من الاتنين لعيبة التانيين. يمكن حسين الشحات وامام عاشور مشاركاتهم مع المنتخب مش كتيرة زيك طبعا يا كابتن طارق. كان المفروض عليك ان انت على الاقل توجه رسالة للعيبة دي، وتوجههم ان احنا ما ينفعش نعمل كده، لان احنا بنلعب باسم منتخب مصر. انا ما شاركتش النهارده بس هقدر اشارك بكره، ما شاركتش الماتش ده هشارك الماتش اللي بعده. انت لسه المشوار قدامك طويل، انت لسه قدامك مشوار، يمكن المشوار اللي بدأ امبارح ده هينتهي في 2025. يا راجل صلي على النبي، انت بتتكلم في حاجه هتخلص كمان سنتين، عملت عليها مشكله دلوقتي. انت عملت مشكله دلوقتي والمنتخب بتاعك داخل على دوري، على افريقيا. انت بتعمل مشاكل للمدرب نفسه. انت ممكن المشاكل اللي انت بتعملها دي تسبب بالسلب على زمايلك في الفرقة. اتمنى الرجالة ترجع لعقلها، وان شاء الله. يعني روي فيتوريا قال ان الناس دي مستبعدين تحت اسلوب العقاب، وليس ما يعني بمعنى الكلام الناس دي بتتعاقب. وهو الراجل قال مفيش مشاكل بيني وبين اي واحد من اللعيبه، وبالعكس انا بحب اللعيبه كلها، ويمكن بيحب كمان امام عاشور لان هو شايف انه لعيب كويس، بس كان استبعاده من المنتخب كاسلوب من العقاب. نتنقل بقى للجمله اللي انا قلتها لك، اوعى تتفاجئ عشان البابا راجع. مين البابا؟ هقول لك مستر كولر. يعني ايه يا عم مستر كولر البابا؟ مع احترامي للكل يا عم، لو انت زعلان ان البابا فهو البابا بتاعنا. حلو كده؟ تمام. الراجل انا قلت لك من حلقتين فاتوا ان الراجل هيجي سبت، فجر السبت. فمستر كولر غفلنا كلنا وجا النهارده. يعني ايه الكلام ده؟ والله جا النهارده، بس الراجل ما قطعش اجازة اللعيبة. يعني ايه يا عم؟ امال جه ليه؟ الراجل جه علشان يقعد مع كابتن محمود الخطيب ويعملوا زي خريطة للميركاتو الشتوي. فانا شايل لك كمية مفاجآت للنادي الاهلي في ميركاتو الشتوي ده رهيبة بمعنى اصح. اتوبيس النادي الاهلي هيركن يوم 1/1 وهيتحرك يوم 31/1. وانا عايز اقول لك على حاجة: النادي الاهلي على الخطة اللي هو عاملها هيركن 1/1 وهيمشي 2/1. شكرا. قبل ما اقول لك مين اللعيبه اللي طلبت
هم فعلا هم اللي طلبوا نطلع اعاره. هقول لك ان الاهلي قدر انه النهارده يفوز على نادي الزمالك ويوصل لنصف نهائي كأس المرتبط في بطولة السلة. دي يعتبر الماتش الثاني على التوالي لرجالة النادي الاهلي في السلة تقدر انها تفوز على الزمالك، ونتمنى دايما لرجالتنا التوفيق في كل البطولات وفي كل الالعاب باذن الله. مين بقى يا عم الحاج اللي طلب انه يطلع اعارة؟ قال لك كريستو وحمزة علاء. طيب ليه؟ هقول لك ليه. حمزة علاء كحارس المنتخب الأولمبي الأول عايز إنه يطلع إعارة من نادي الأهلي علشان يضمن إنه يلعب بشكل مستمر فيضمن وجوده في المنتخب الأولمبي الأول. حلو كده؟ حقه حقه. الراجل يستحق إنه يشارك، يستحق إنه يشارك. وعايز أقول لك على حاجة عشان بس أخليك واقعي. حمزة علاء لو انت سبته يمشي شبه ما سبت الشناوي قبل كده يمشي وبعدها رجعت الشناوي تاني، انت رجعت حارس عملاق متعمق وحش افريقيا عشان يبقى معاك متفق. طب لو انت قعدت حمزة علاء انا كده دفنتك بالحياة يا حمزة. ليه دفنته بالحياة؟ لان انت في حالة اصابة الشناوي لا قدر الله، او في حالة رحيل الشناوي، او في حالة اعتزال الشناوي، او الحارس الاول لنادي الاهلي هو مصطفى شوبير وبجدارة. عشان ابقى معاك واقعي، مصطفى شوبير وبجدارة يستحق حراسة النادي الاهلي بطريقة مباشرة، يكون الحارس الأول للنادي الأهلي. إذا وجود حمزة علاء بعد أوفا، عايز أقول لك إن الشناوي مش هيلعب فأوفا هيلعب فحمزة علاء برضه مش هيلعب، فأنا كده يبقى أنا خدتك كموهبة دفنتك. وكلنا عارفين إن الواد بسم الله ما شاء الله عليه مستواه تحفة. طب كريستو عايز يمشي ليه؟ كريستو قال لك أنا يا جماعة عايز ألعب في الأهلي بس أنا دلوقتي ما بشاركش، فانا عايز اروح العب كوره. ما انا برضه معلش انا كلاعب بلعب لاسم المنتخب بتاعي، انا كلاعب عندي 20 سنه لعبت ماتشين مع المنتخب الاول لتونس. مش هقول لك منتخب الشباب، لعيب عنده 20 سنه يلعب ماتشين كاملين لتونس. اذا انا كلاعب عندي كواليتي وماتيريال عاليه جدا، انت كمستر كولر مش محتاجها. فمستر كولر قال لك ايه بقى؟ ده مستر كولر قال لك على كل حاجه، بس انا هقول لك كل حاجه بالتحديد. فمستر كولر قال لك ايه على الاثنين لعيبه دول؟ قال لك بص يا باشا، حمزه علاء عايز تمشي انا موافق. طب كريستو عايز تمشي؟ لا. ليه؟ قال لك كريستو بالنسبه لي قطعه مهمه ولكن هو مش بيشارك دلوقتي، وبعد كده انا هلجأ لك يا كريستو في ضغط المباريات اللي جايه. اذا كولر شايف ان كريستو هو لاعب مستقبلي، مش محتاجك دلوقتي ولكن انا هحتاجك بكره، فانا عايزك ان انت تكون معايا علشان اقدر لما احتاجك اميل عليك والاقيك. في لعيبه تانية كولر نفسه اللي رحب باعارتهم. مين ده؟ دي مفاجاه. طاهر محمد طاهر. مش ده المفاجاه، المفاجاه صلاح محسن. نعم. طب كنت جبته ليه؟ طب انت رحت تجيب لنا صلاح عشان يلعب 6 شهور مع الاهلي وتطلعه عاره تاني؟ ماذا انا بمستفيد؟ هتيجي تقول لي ان الراجل مستواه طلع مش مستوى النادي الاهلي، وان الراجل مش اللاعب اللي يلعب النادي الاهلي، وان صلاح محسن مش المهاجم اللي يلعب بالنادي الاهلي. كلنا كجماهير النادي الاهلي قلنا الكلمتين دول قبل كده، ولكن عايز اقول لك على حاجه. صلاح يمكن يعني يا جماعه عايز اتكلم معاك في نقطه واقعيه كده، تحس ان التيشيرت بتاع النادي الاهلي تقيل على بعض اللاعبين. زي عندك مثلا حسام حسن، جه النادي الاهلي هداف الدوري المصري. حسام حسن يجي النادي الاهلي ما يحطش غير جون ولا اتنين، يمشي حسام حسن يرجع تاني سموحه يتالق ويتوهج. حصل نفس الفكره مع احمد الشيخ. جبت احمد الشيخ من مصر المقاصه ما عملش غير حاجه الحسنه الوحيده الجون الجميل جدا اللي حطه في روما. كان وقتها محمد صلاح بيلعب في روما، كان وقتها الاسطوره روما توتي لسه ما اعتزلش. ووقتها الشيخ حط جون جميل، وقتها الاهلي كسب روما 4-3، كان ماتش جميل جدا. واحمد الشيخ وقتها انتهى، رجع مصر المقاصة تاني عمل نفس الفكرة، تألق وتوهج وحط جوان كتيرة وبتاع ففي لعيبة تيشيرت الاهلي نفسه بيبقى تقيل عليها، ما بيقدرش انه يلعب تحت الضغط الجماهيري ده.
فكولر موافق انه يمشي الاتنين، فاداره النادي الاهلي فرحت ان كولر عايز يمشي الاتنين دول. طب فرحوا ليه؟ فرحوا علشان اداره النادي الاهلي توصلت لحسم الصفقه اخيرا. ايه هي الصفقه اخيرا اللي الاهلي حسمها؟ هي صفقه عمر كمال، ولكن واقفه على حاجه واحده بس. هتقول لي ايه هي؟ ان احنا كده نجيبوا كوبايتين شاي ونقعدوا مع اللعيب، ويا باشا انت هتاخد كام، عايز تلعب كام سنه. ولكن الناس اتفقت مع نادي فيوتشر على ضم اللاعب. ما تبقاش غير القعده اللي هنقعدها مع اللاعب. يا عم انت هتاخد كام؟ طب هتلعب كام سنه؟ طب عايز ايه؟ ها ها ها. طيب النادي الاهلي فرح ليه بالاعارتين؟ هقول لك ليه. لان نادي فيوتشر شايف ان عمر كمال اهم لعيب عنده في الفرقه. انت عايز تاخد مني سكرة الفرقة، فانت هتعمل ايه بقى؟ هتديني مكانه 2 لعيبة. فانا هقوم جاي لك خد صلاح وخد طاهر، وانا هاخد عمر كمان. حلو. فانت تيجي في الاخر تبقى عايز صلاح، تبقى عايز طاهر، ممكن ابيعهولك. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده شغلت معلش بقى، انا كده اتكلم معاك في واقع. انا كده شغلت دماغي عليك. انا خدت منك عمر كمال واديتك 2 لعيبه اعاره، ممكن ابيعهم لك بعد كده. يبقى انا خدت منك عمر كمال ببلاش اصلا، ويمكن اكون خدت منك عمر كمال وخدت عليه فلوس. عشان ابقى معاك واضح، فكر كويس جدا لتخطيط النادي الاهلي، مفيش احسن من كده. عشان ابقى معاك واقعي، مفيش احسن من كده. بسم الله ما شاء الله، اداره النادي الاهلي بتدير الميركاتو بشكل فوق المتوقع. تعالى بقى اقول لك على حاجه. مستر كولر بعد ما القعده خلاص بتخلص، قال لهم لا استنوا، انا لسه ما خلصتش. قالوا نعم يا مستر كولر. قال لهم دلوقتي انا عايز مدافع، عشان انا سمعت محمد قبل كده قصده عليا بيقول احنا عايزين مدافع. لان احنا برضو ما تزعلش مني، انا بواجه اصابات كتير. انا عندك متولي مصاب بقاله يجي حبه حلوين، عندك عبد المنعم ساعات بيواجهه الاصابه، طب عندك ياسر برضه بيصاب، طب عندك رامي ربيعه، اصلا رامي ربيعه اللي بيلعب ماتشين ويصاب اساسا. طب انا هعمل ايه في المشكله دي؟ فانا عايز مدافع بمهارات وبقدرات تضاهي محمد عبد المنعم. حط عليهم بقى القوة البدنية وطول القامة، حط عليهم بقى القدرة على بناء الهجمة ولعب الكرة الطويلة. الراجل عايز نسخة من محمد عبد المنعم، عايز محمد عبد المنعم يعمل كاجي بنشن. انت شايفها من كاجي بنشن؟ كاجي بنشن ده كان في انمي كده، هو كاجي بنشن بيبقى كذا واحد. تمام. ادي حاجة خلص كده. كولر على الكلام ده قال لك لا ثواني. قال لهم بصوا، انا لما جبت موديست عشان يكون بديل لمحمود كهربا، وكان بيسندنا صلاح محسن. طب انا دلوقتي همشي صلاح، وانا كده كده موديست لسه قدامه شويه حلوين عشان ينسجم مع الفرقه دي. فبعد اذنكم انا عايز مهاجم. قصه حزينه مش هنخلص منها. كل ميركاتو بتيجي للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيرجع لنفس المشكله، هو الاحتياج الدائم للمهاجم القناص. اتمنى، وبقولها كده في وشك عشان عارفك ان انت هتشوف الفيديو هتضايقك الكلمه دي، واتمنى وهقولها لك اهو في وشك، الكلمه دي موجهه لواحد صاحبي، بقولها لك في وشك اهو. اتمنى وجود مبولولو في النادي الاهلي. فعليا مبولولو من اللعيبه الولد الله اكبر، بيحط جوان من كل النواحي. جميل قوي قوي قوي. عايز اقول لك بقى على اخبار حلوه ومفرحه، وهو منافسه النادي الاهلي على احسن نادي داخل افريقيا، ومنافسه كابتن كولر على احسن مدرب داخل افريقيا، وصعوبه المشوار على محمد الشناوي. لان محمد الشناوي داخل قائمه احسن لاعب داخل افريقيا، وليس احسن حارس. انا يا جماعه والله العظيم ثلاثه، دي شيء يكتب في التاريخ ليك يا شناوي. محمد الشناوي اللي قدر انه يحصل على الجايزه دي قبل كده، باذن الله يقدر انه يحصل عليها مره اخرى. طب محمد الشناوي معاه مين من لاعيبه الاهلي؟ معاه بيرسي تاو، معاه علي معلول، ومعاه محمود كهربا. وعايز اقول لك ان في كمان لاعب تاني من بيراميدز بيشارك او بينافس على اللقب ده. يعني عندك 5 لعيبه من الدوري بتاعك بتشارك على اللقب ده. من اساس كام؟ من اساس 10. عشان ما تجيش تقول لي ان الدوري بتاعي اضعف دوري في افريقيا، لا، انت الدوري بتاعك يمكن اجمد دوري في افريقيا.
بكده نبقى خلصنا حلقة النهاردة، وما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.